السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بيكم في قناة ويز نسمة. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات كتاب الامتحان على الدرس الرابع اللي بعنوان محمد علي وبناء الدولة الحديثة، تاريخ تالتة إعدادي ترم أول 2024. طبعا احنا حلينا مع بعض الدرس الأول والدرس التاني والدرس التالت، موجودين على القناة كاملين وحل مع الشرح. تمام، اللي فايته أي حاجة في قائمة تشغيل في القناة باسم حل تدريبات كتاب الامتحان دراسات تالتة اعدادي ترم اول 2024. واللي كمان مش عارف يجيب الفيديو يقول لي وانا احطه له في التعليقات، وهيظهر دلوقتي في علامة الاي. تمام، بس قبل ما نبدأ عايزاكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وعشان ان شاء الله القناة تكبر بيكم. ودلوقتي احنا هنبدأ بالتدريب الاول، وان شاء الله تستفادوا. هنبدأ بتدريب واحد صفحة 185، بيقول لي اختر إجابة صحيحة مما بين القوسين. واحد، طبق محمد علي نظام الاحتكار في الزراعة عن طريق تحسين طرق الري، ولا إنشاء مدرسة للزراعة، ولا إنشاء القناطر الخيرية، ولا تحديد نوع الغلات وثمن شرائها. طبعا هي تحديد نوع الغلات وثمن شرائها، لأن احنا عارفين إن نظام الاحتكار هو أن تقوم الحكومة ممثلة في محمد علي بتحديد نوع الغلات التي تزرع، ونوع المصنوعات التي تنتج، وتحدد أثمان شرائها وأثمان بيعها في السوق. تمام. طيب، اتنين، بيقول لي أي من الطبقات التالية تأثرت سلبيا نتيجة تطبيق نظام الاحتكار؟ التجار ولا الزراع ولا البدو ولا الأتراك؟ طبعا هم التجار. طب ليه التجار؟ هقول لكم لأن محمد علي كان بيبيع للتجار الأجانب في مصر، فبالتالي طبقة التجار تأثرت سلبيا نتيجة تطبيق نظام ايه؟ نظام الاحتكار. طيب، 3، بيقول لي شهدت مصر طفرة واضحة صناعيا في عهد محمد علي، وساهم ذلك في انتهاء نفوذ المماليك، ولا ظهور طبقة عمال الصناعة، ولا الاستغناء عن الخبرات الأجنبية، ولا ظهور طبقة الأعيان؟ تمام، هي ظهور طبقة عمال الصناعة. ليه؟ لأن محمد علي عامل مصانع حكومية زي مصانع الغزل والنسيج ومصانع الورق ومصانع السكر، فبالتالي ظهرت طبقة ايه؟ عمال الزراعة. ماشي. 2، بيقول لي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1، نظم محمد علي الاقتصاد المصري على أساس نظام الالتزام. طبعا غلط، على أساس نظام ايه؟ الاحتكار. 2، اهتم محمد علي بتحسين الري فأنشأ العديد من القناطر الخيرية، من القناطر أهمها القناطر الخيرية. طبعا الكلام ده صحيح. 3، بيقول لي زاد نفوذ علماء الأزهر والقيادات الشعبية في عهد محمد علي. طبعا غلط، تضاءل نفوذ علماء الأزهر والقيادات الشعبية في عهد محمد علي، لأن احنا عارفين إن أثرت سياسة محمد علي الاقتصادية في تشكيل وبناء القوى الاجتماعية في مصر، حيث تمثلت في تدهور واختفاء قوى اجتماعية وظهور قوى اجتماعية أخرى. فانتهى نفوذ المماليك كهيئة حاكمة، وحل محلها أسرة محمد علي وبعض العناصر التركية، وتضاءل نفوذ علماء الأزهر والقيادات الشعبية، وظهرت طبقة الأعيان وطبقة عمال الصناعة، واستمرت طوائف الحرف كوسطاء للحكومة، فبالتالي هي تضاءلت مش زادت. تمام. 4، بيقول لي كانت فترة محمد علي البداية لظهور البدو كقوة اجتماعية مستقرة. طبعا الكلام ده صحيح. بعد كده السؤال رقم 3، بيقول لي بما تفسر ازدهار الصناعة في عهد محمد علي؟ هنقول كده لأن محمد علي قام بإقامة المصانع الحكومية مثل مصانع الغزل والنسيج والورق والسكر، وجمع الصبية للعمل في مصانع الدولة بأجور رمزية فأصبحت بمثابة مدارس صناعية، وكمان استعان بالخبرات الأجنبية وأرسل بعثات للخارج وترجم الكتب الخاصة بمختلف الصناعات. تمام. 2، بيقول لي بما تفسر نشطت حركة البيع والشراء في عهد محمد علي؟ هنقول طبعا بسبب ازدهار الزراعة والصناعة والاستقرار الداخلي للبلاد. بعد كده 4، بيقول لي دلل تاريخيا على صحة العبارة التالية: ازدهار النقل والمواصلات في عهد محمد علي. هنقول حيث قام بتمهيد وتأمين الطرق البرية والبحرية، وقام ببناء أسطول في البحرين، البحر الأحمر والبحر المتوسط، وقام بتطهير البحر الأحمر من القرصنة، وقام بحفر الترع والاهتمام بالمواني المصرية. بعد كده تدريب 2 صفحة 188، بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين.
1. كان علي مبارك عنصرا أساسيا في التطوير نقط خلال حكم محمد علي، العسكري ولا الثقافي ولا السياسي ولا الاقتصادي؟ طبعا الثقافي، لان احنا عارفين ان ارسل محمد علي بعثات علمية لاوروبا، وكان من ابرز اعضائها رفاعة الطهطاوي وعلي باشا مبارك. تمام. وقد اسهم في استمرار النهضة التعليمية بعد عودتهم من اوروبا، يبقى التطوير الثقافي. 2 بيقول لي شيد محمد علي المطبعة الأميرية في الإسكندرية ولا أسوان ولا بولاق ولا القلعة؟ طبعا في بولاق. واحنا عارفين كمان ان بما تفسر، لو قال لي بما تفسر أنشأ محمد علي المطبعة الأميرية في بولاق، هنقول لطبع الكتب اللازمة للمدارس، ولطبع الكتب الأدبية والفنية، ولإصدار صحيفة الوقائع المصرية. طيب بعد كده بيقول لي 3 ثاني الترسانات البحرية التي أنشأها محمد علي كانت في القاهرة ولا الجيزة ولا اسكندرية ولا أسوان؟ طبعا كانت في الاسكندرية، لأن احنا عارفين إن محمد علي أسس ترسانة في بولاق، بعديها في الاسكندرية لصناعة السفن وزودها بكافة أنواع الأسلحة. يبقى لو قال لي أول الترسانات البحرية، تمام، هنقول كانت في بولاق، لما ثاني الترسانات كانت في الاسكندرية. 4 بيقول لي اعتمد محمد علي في تنظيم القوى العسكرية على الخبرة الفرنسية ولا الإنجليزية ولا الروسية ولا المملوكية؟ طبعا الفرنسية. ليه بقى الفرنسية؟ لأنه استخدم ضباطا ومعلمين ذو خبرة ودراية من أوروبا للمدارس التي أنشأها، اللي هي المدارس العسكرية، وكان أشهرهم الكولونيل سيف، والكولونيل سيف ده كان أحد ضباط جيش نابليون، فبالتالي هو اعتمد على الخبرة الفرنسية. تمام. 2 بيقول لي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. بعد كده 2 بيقول لي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1 شهد العقد الرابع من القرن التاسع عشر الميلادي صدور لائحة تخص إعادة تنظيم الإدارة المصرية؟ طبعا صح، لأن احنا عارفين أن محمد علي أصدر لائحة جديدة عام 1837 لإعادة تنظيم الإدارة إلى 7 دواوين وحدد اختصاصاتها. تمام. طيب 2 بيقول لي جعل محمد علي مقر الحكومة المركزية بالإسكندرية؟ طبعا غلط، بالقاهرة. 3 أصدر محمد علي صحيفة الوقائع المصرية للسائلين؟ طبعا الكلام ده صحيح. 4 بيقول لي أنشأ محمد علي مدرسة عسكرية في أسوان؟ طبعا برضو الكلام ده صحيح. بعد كده بيقول لي ما النتائج التي ترتبت عنه حاجة محمد علي إلى موظفين في المصالح الحكومية؟ هنقول كده أدى ذلك إلى اهتمامه بالتعليم والثقافة. تمام. يعني حاجته لموظفين في المصالح الحكومية أدى ذلك إنه اهتم بالتعليم والثقافة علشان يقدر يوفر موظفين في المصالح الحكومية. بعد كده تدريب 3 صفحة 191 بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1 أي من المناطق التالية ظلت تابعة لحكم محمد علي بعد عامين من 1840 ل 1841؟ كريت ولا ينبع ولا دمشق ولا الخرطوم؟ طبعا هي الخرطوم، لأن احنا عارفين إن في فرمان أصدر عام 1841 أصدره السلطان العثماني فرمانة بولاية محمد علي على السودان، فبالتالي هي الخرطوم، لأن الخرطوم عاصمة السودان. 2 بيقول لي زادت فكرة استقلال محمد علي عن الدولة العثمانية بعد توليه السلطة بمصر ولا حروبه بالشام ولا تنظيمه للإدارة بمصر ولا حروبه باليونان؟ طبعا هي حروبه باليونان، لأن في الوقت ده اتهزم الجيش وتحطم الأسطول المصري في موقعة نافارين 1827، بس محمد علي طبعا ضم جزيرة كريت لولاية مصر، فبالتالي علت مكانة مصر الدولية نتيجة للتفاوض الدول الأوروبية مع محمد علي لإنهاء الحرب. فمحمد علي من هنا فكر إن هو ينفصل عن الدولة العثمانية ويحقق استقلال مصر، بس طبعا مش هينفع لأن هتيجي معاهدة لندن الدولية وهتوقف محمد علي عن التوسع ده. تمام. بعد كده 3 بيقول لي من الرغم من القيود اللي فرضتها معاهدة لندن على محمد علي اللي انه استفاد منها في تثبيت حكمه بمصر ولا ضم السودان لحكمه ولا سيطرته على الجزيرة العربية ولا تكوين علاقات مع الدول الأوروبية؟ طبعا هي استفاد انه تثبيت حكمه بمصر. بعد كده بيقول لي اكمل الجدول الآتي. بيقول لي اكمل حروب محمد علي، حروب شبه الجزيرة العربية وحروب ضم السودان وحروب اليونان وحروب الشام، عايز الأسباب والنتائج.
طبعا المقارنة دي موجودة معانا في الملخص صفحة 56. انا هسيبها لكم علشان لو قريناها تاخد وقت كتير جدا من الفيديو، فانا هسيبها لكم للي معهوش الكتاب يقدر ينقلها ويذاكرها كويس، وكمان ملخصاها بشكل جميل جدا. تمام. بعد كده اخر سؤال معانا بيقول لي دلل اتسعت دولة محمد علي قبل معاهدة لندن 1840 فضمت اجزاء كبيرة في 3 قارات. طبعا الكلام ده صحيح. هنقول حيث ضم شبه الجزيرة العربية وامتد نفوذه في بلاد الشام بقارة آسيا، وضم السودان إلى جانب مصر بقارة أفريقيا، وضم جزيرة كريت التابعة لقارة لقارة أوروبا. تمام. بعد كده بقى هندخل على الأسئلة على الدرس الرابع صفحة 193. بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أي من الإجراءات التالية تعبر عن النظام الاقتصادي الذي طبقه محمد علي بمصر؟ زيادة حجم الواردات المصرية، ولا إحلال الأيدي العاملة الأجنبية بدلا من المحلية، ولا زيادة حجم الصادرات المصرية والاستغناء عن أي خبرات أجنبية؟ طبعا هي زيادة حجم الصادرات المصرية. 2 بيقول لي توترت العلاقة بين محمد علي والسلطان العثماني عقب حروب السودان ولا شبه الجزيرة العربية ولا الشام ولا اليونان؟ طبعا هي توترت عقب حروب اليونان. ولو قال لي بما تفسر توترت العلاقة بين محمد علي والسلطان العثماني هنقول ايه؟ تمام، هنقول بسبب تفاوض محمد علي مع القوى الأوروبية لتأمين انسحاب الجيش المصري من المورة، وبسبب تصميم محمد علي على الانفصال والاستقلال بمصر. طيب 3 كان من إصلاحات محمد علي في مجال الزراعة إلغاء المحاصيل التقليدية، ولا الاهتمام بالري والتعليم المتخصص، ولا اتباع نظام الالتزام؟ طبعا ولا الاستثمارات الأجنبية؟ طبعا الاهتمام بالري والتعليم المتخصص. وطبعا احنا عارفين ان محمد علي اتبع سياسة زراعية بتهدف الى توفير اكبر قدر من الدخل من الانتاج الزراعي، ومن اهمها ان هو ادخل اساليب وغلات زراعية جديدة، وانشأ مدرسة للزراعة. كمان استقدم الخبراء الزراعيين من الخارج وتحسين طرق الري، وانشأ العديد من القناطر على النيل اهمها القناطر الخيرية، وزود الفلاحين بكل ما يلزم للزراعة. تمام. طيب بعد كده بيقول لي 4 سيطر محمد علي على الصناعة من خلال شراء المنتجات الصناعية، ولا مراقبة الأسواق، ولا فرض الضرائب، ولا مراقبة الصناع؟ طبعا من خلال شراء المنتجات الصناعية. طبعا لأن محمد علي طبق نظام الاحتكار في الصناعة، حيث اتبع سياسة تهدف إلى السيطرة على الإنتاج الصناعي وتوزيعه عن طريق إمداد الصناع بالمواد الخام اللازمة للصناعة وشراء المنتجات الصناعية. يبقى هنقول شراء المنتجات الصناعية، ولو كان موجود في الاختيارات إمداد الصناع بالمواد الخام كنا هنختارها. بعد كده 5 بيقول لي أكثر من تضرر من سياسة محمد علي الاقتصادية هم الصناع، ولا التجار، ولا البدو، ولا طوائف الحرف؟ طبعا هم التجار. طب ليه التجار؟ لأن محمد علي كان بيبيع للتجار الأجانب في مصر، فبالتالي التجار أكتر من تضرروا من سياسة محمد علي الاقتصادية. بعد كده 6 بيقول لي من القوى الاجتماعية التي استمرت في ظل نظام الاحتكار كوسطاء للحكومة هم الزعامة الشعبية، ولا طوائف الحرف، ولا البدو، ولا المماليك؟ طبعا هم طوائف الحرف. 7 بيقول لي زادت حاجة الحكومة المصرية في عهد محمد علي إلى عمال الزراعة، ولا الموظفين، ولا الفنيين، ولا التجار والحرفيين، ولا علماء الدين؟ طبعا زادت حاجته للموظفين والفنيين. بعد كده 7 بيقول لي زادت حاجة الحكومة المصرية في عهد محمد علي إلى عمال الزراعة، ولا الموظفين، ولا الفنيين، ولا التجار والحرفيين، ولا علماء الدين؟ طبعا إلى الموظفين والفنيين، لأن احنا عارفين إن اهتم محمد علي بالتعليم والثقافة. لو قال لي بمتفسر هنقول لأنه بحاجة إلى موظفين لسد حاجة المصالح الحكومية، وإعداد فنيين ومتخصصين في مختلف الفروع الخاصة لسد حاجة الجيش لسد حاجة الجيش والأسطول. طيب 8 بيقول لي أصدر محمد علي لائحة جديدة عام 1837 لإعادة تنظيم الإدارة بمصر بهدف إيه؟ طبعا بهدف الاستقلال عن الدولة العثمانية، ولا إقرار الأمن، ولا تحديد عمل دواوين الحكومة، ولا مواجهة الأخطار الخارجية؟ طبعا تحديد عمل دواوين الحكومة. وكمان احنا عارفين إن أنشأ عدة مجالس ودواوين منها الديوان العالي ومجلس الشورى. ناخد بالنا يبقى محمد علي أنشأ مجالس ودواوين ومنها الديوان العالي ومجلس الشورى. طيب 9 بيقول لي أنشأ محمد علي مدرسة عسكرية في القاهرة، ولا بولاق، ولا اسكندرية، ولا أسوان؟ طبعا في أسوان. تمام.
بعد كده 10 بيقول لي تشابهت حروب محمد علي في شبه الجزيرة العربية مع حروبه في اليونان في أن كل منهم بناء على رغبته الشخصية ولا ضد دول أوروبا ولا استجابة لأوامر السلطان العثماني ولا تحقيقا للإرادة الشعبية. طبعا استجابة لأوامر السلطان العثماني، لأن احنا عارفين إن في مرحلة ما بين محمد علي والسلطان العثماني مرحلة اتفاق. مرحلة الاتفاق كانت أو وقت حروب الجزيرة العربية وحروب اليونان، أما مرحلة الاختلاف كانت وقت حروب ضم السودان وحروب الشام. مرحلة الاتفاق دي كانت حروب تمت بناء على طلب من السلطان العثماني، أما مرحلة الاختلاف دي حروب تمت بناء على رغبة على رغبة محمد علي. ناخد بالنا. طيب 11 بيقول لي ارتفعت مكانة مصر دوليا بعد حروب محمد علي في السودان ولا اليونان ولا الشام ولا شبه الجزيرة العربية؟ طبعا في اليونان، لأنه طبعا علت مكانة مصر الدولية نتيجة لتفاوض الدول الأوروبية مع محمد علي لإنهاء الحرب عام 1828. طيب 12 أصبح محمد علي خطرًا على التوازن الدولي من وجهة نظر الدول الأوروبية خاصة بعد حروب شبه الجزيرة العربية ولا الشام ولا السودان ولا اليونان؟ طبعا الشام، لأن احنا عارفين من نتائج حروب الشام إن وصول القوات المصرية إلى الشام وأعالي الفرات وامتداد النفوذ المصري في بلاد الشام، فطبعا أثارت انتصارات محمد علي وازدياد نفوذه الدول الأوروبية وبخاصة بعد انتصاراته في حروب الشام، حيث أدركت الدول الأوروبية إن محمد علي بيمثل خطر على التوازن الدولي مما يهدد مصالحها، فبالتالي بقى تدخلت في مفاوضات مع السلطان العثماني لفرض ما تراه من شروط على محمد علي. تمام، وانتهت طبعا بمعاهدة لندن، وكل الكلام ده هنقوله دلوقتي. طيب 13 بيقول لي تضمن الفرمان الثاني لعام 1841 ولاية محمد علي على مصر ولا السودان ولا الشام ولا شبه الجزيرة العربية؟ طبعا السودان. واحنا عارفين طبعا ان فرمان 1841 كان بينص انه يصبح حكم مصر وراثيا لاكبر ابناء محمد علي سنا من الذكور، واصدر السلطان العثماني فرمان اخر بولاية محمد علي على السودان في نفس العام. تمام، يعني هما فرمانين، ناخد بالنا. بعد كده صفحة 194 بيقول لي اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1. شملت حدود الدولة المصرية في عهد محمد علي إحدى الجزر الأوروبية؟ طبعا صح، لأن احنا عارفين إن في حروب اليونان من نتائجها إن ضم محمد علي جزيرة كريت لولاية مصر. 2 بيقول لي ظل الفلاح منتفعا بالأرض الزراعية في ظل نظام الاحتكار الاقتصادي؟ برضو صح. 3 تضاءل نفوذ علماء الأزهر والقيادات الشعبية في عهد محمد علي أثر تطبيق نظام الاحتكار؟ تمام، الكلام ده صحيح. 4 نتج عن سياسة محمد علي الاقتصادية ظهور طبقة عمال الصناعة؟ برضو صح، لأن محمد علي كان بيبني مصانع. طيب بعد كده 5 بيقول لي أنشأ محمد علي المدارس الحديثة ومنها مدرسة الزراعة؟ طبعا صح، ومدرسة الطب طبعا والمهندس خان. بعد كده بيقول لي 6 أهمل محمد علي ترجمة الكتب الخاصة بالصناعات المختلفة؟ طبعا غلط، لأنه اهتم محمد علي بترجمة الكتب الخاصة بالصناعات المختلفة. 8 بيقول لي أو 7 الاهتمام بالجيش كان محور سياسة محمد علي الإصلاحية؟ طبعا صح، لأن محمد علي أدرك أن بناء القوى العسكرية هي الدعامة الأساسية لتحقيق أهدافه وبناء الدولة وبناء الدولة الحديثة. بعد كده بيقول لي 8 استفاد محمد علي من الخبرات الفرنسية في تنظيم الجيش؟ طبعا صح. طب ليه؟ لأنه طبعا استخدم ضباطا ومعلمين ذو خبرة ودراية من أوروبا للمدارس اللي أنشأها، اللي هي المدارس العسكرية، وكان أشهرهم الكولونيل سيف، والكولونيل سيف ده فرنسي، فهو استخدم أو استفاد من الخبرات الفرنسية. تمام. 9 بيقول لي اعتمد محمد علي في إعداد الجنود على المصريين ثم السودانيين؟ طبعا العكس، هو اعتمد في الأول على السودانيين من ثم المصريين. بعد كده 10 بيقول لي أنشأ محمد علي ترسانة بحرية في أسوان لصناعة السفن؟ طبعا غلط، هو أنشأ ترسانة في بولاق ثم في الإسكندرية مش في أسوان. 11 قسم محمد علي مصر إداريا إلى 7 مديريات؟ طبعا الكلام ده صحيح، والمديرية دلوقتي أو تعادل دلوقتي المحافظة. 12 انتهت معركة نافرين 1827 بتحطيم الأسطول المصري؟ طبعا صح. 13 كانت النتائج النهائية لحروب اليونان كارثة على محمد علي؟ طبعا غلط، كانت في صالح محمد علي. 14 بيقول لي
قضى فرمان يونيو 1841 بحق وراثة حكم مصر الأكبر أبناء محمد علي سنا من الذكور. طبعا صح. 3 بيقولي اكتب ما تشير إليه كل عبارة مما يأتي. 1 من المنشآت التي أنشأها محمد علي على نهر النيل لتحسين طرق الري، طبعا هي القناطر الخيرية. 2 حروب دخلها محمد علي بناء على طلب السلطان العثماني انتهت بتوتر العلاقة بينهما، طبعا هي حروب اليونان. وقلنا لو قال لي بما تفسر توترت العلاقة بين محمد علي والسلطان العثماني، تمام، هنقول بسبب تفاوض محمد علي مع القوى الأوروبية لتأمين انسحاب الجيش المصري من المورة، وبسبب تصميم محمد علي على الانفصال والاستقلال بمصر. طيب 3 معاهدة دولية فرضت على محمد علي عام 1840 من الدول الأوروبية خشية ازدياد نفوذه، طبعا هي معاهدة لندن الدولية. بعد كده بيقول لي صوب ما تحته خط. 1 نظم محمد علي الاقتصاد المصري على أساس نظام الالتزام، طبعا على أساس نظام الاحتكار وليس الالتزام. 2 اهتم محمد الألفي بتأمين الطرق البرية والبحرية كما اهتم بالمواني، طبعا هو اهتم محمد علي. 3 أنشأ محمد علي المطبعة الأميرية في القلعة، طبعا المطبعة الأميرية كانت في بولاق وليس القلعة. بعد كده 5 بيقول لي بما تفسر نظم محمد علي مجالات الاقتصاد المصري على أساس نظام الاحتكار. هنقول كده لكي يضمن الدخول في سوق التجارة الدولية منافسا لغيره من الدول، لكي يضمن الدخول في سوق التجارة الدولية منافسا لغيره من الدول. 2 بما تفسر ازدهار الزراعة في مصر في عهد محمد علي. هنقول كده لأن محمد علي قام بإلغاء نظام الالتزام وتوزيع مساحات من الأراضي على الفلاحين، وقام باتباع سياسة زراعية بتهدف إلى توفير أكبر قدر من الإنتاج الزراعي من خلال إدخال أساليب حديثة وغلات زراعية جديدة، وقام بتحسين طرق الري في حفر ترعة المحمودية، وأنشأ العديد من القناطر على النيل وأهمها القناطر الخيرية، وكمان أنشأ مدرسة للزراعة واستخدم الخبراء الزراعيين من الخارج. تمام، لازم الإجابة بتاعتنا تبقى منظمة كده ونموذجية. بعد كده 3 بيقول لي بما تفسر ازدهار التجارة في مصر خلال عهد محمد علي. الإجابة معانا في الملخص أو في المفكرة صفحة 61 بيقول لي بما تفسر نشطت التجارة الداخلية والخارجية لمصر في عهد محمد علي. هنقول بسبب ازدهار الزراعة والصناعة وبسبب الاستقرار الداخلي للبلاد. تمام. بعد كده 4 بيقول لي بما تفسر اهتمام محمد علي بالتعليم والثقافة في مصر. برضو موجود معانا في المفكرة صفحة 61. هنقول بسبب حاجته إلى موظفين لسد حاجة المصالح الحكومية وفنيين ومختصين أو متخصصين في مختلف الفروع لسد حاجة الجيش والأسطول. تمام، صفحة 61 في المفكرة. ناخد بالنا بعد ما نذاكر الدرس نشوف الأسئلة دي كده ونحلها مع بعضنا أو مع نفسنا كده في البيت، وهتلخص علينا مثلا لو انت ذاكرت الدرس وبعد كده قريته من الملخص هتلخص علينا كتير. 5 بما تفسر إنشاء محمد علي المطبعة الأميرية في بولاق. موجودة معنا برضو صفحة 62 في المذكرة. هنقول بهدف طبع الكتب اللازمة للمدارس وطبع الكتب الأدبية والفنية وإصدار صحيفة الوقائع المصرية. 6 بيقول لي بما تفسر اهتمام محمد علي ببناء القوى العسكرية لمصر. هنقول كده لأنه أدرك أن القوى العسكرية هي الدعامة الأساسية لتحقيق أهدافه في بناء الدولة الحديثة، فكانت جميع مشروعاته العمرانية والتعليمية بهدف سد حاجة الجيش. 7 بما تفسر الاهتمام بالتنظيمات الإدارية في عهد محمد علي. هنقول لكي يضمن السيطرة الكاملة على شؤون البلاد. 8 بما تفسر حروب محمد علي في شبه الجزيرة العربية واليونان. هنقول كده بالنسبة لحروب شبه الجزيرة العربية هنقول بسبب أو لسبب القضاء على الحركة الوهابية اللي بتهدد نفوذ الدولة العثمانية في الجزيرة العربية تنفيذا لأوامر السلطان العثماني. أما بالنسبة لحروب اليونان للقضاء على ثوار اليونان في المورة الذين طالبوا بالاستقلال عن الدولة العثمانية، ودي برضو كان تنفيذا لأوامر السلطان العثماني. موجودة معانا في المفكرة صفحة 56. 11 بما تفسر تدخل الدول الأوروبية أمام ازدياد نفوذ محمد علي.
السؤال موجود معانا في المفكرة. السؤال رقم 37 ممكن يجي بطريقة تانية، ممكن يقولي بمتفسر عقد معاهدة لندن الدولية عام 1840. هنقول بسبب إدراك الدول الأوروبية أن محمد علي أصبح يمثل خطرا على التوازن الدولي نتيجة انتصاراته على السلطان العثماني وازدياد نفوذه. بعد كده ندخل على نوع تاني من الأسئلة. بيقول لي ما النتائج التي ترتبت على جمع محمد علي الصبية للعمل في مصانع الدولة بأجور رمزية؟ هنقول كده أدى ذلك إن أصبحت المصانع مدارس صناعية للصبية في عهده. طيب 2 ما النتائج التي ترتبت على حروب محمد علي في شبه الجزيرة العربية؟ النتائج بتاعتها هي سيطرة محمد علي على الجزيرة العربية. طيب 3 بيقول لي ما النتائج التي ترتبت على ضم محمد علي السودان؟ هنقول أدى ذلك إلى امتداد النفوذ المصري إلى جنوب السودان وإنشاء مدينة الخرطوم اللي هي العاصمة واكتشاف منابع نهر النيل. طيب 4 ما النتائج التي ترتبت على حروب محمد علي في بلاد اليونان؟ من نتائج حروب محمد علي في معركة اليونان تحطيم الأسطول المصري في معركة نافرين عام 1827 وضم جزيرة كريت لولاية مصر وعلو مكانة مصر دوليا نتيجة تفاوض الدول الأوروبية مع محمد علي مباشرة لإنهاء الحرب دون الرجوع للسلطان العثماني. 5 ما النتائج التي ترتبت على حروب محمد علي في الشام؟ طبعا من نتائج حروب محمد علي في الشام وصول القوات المصرية إلى الشام وأعالي الفرات وامتداد النفوذ المصري في بلاد الشام. بعد كده 7 بيقول لي ماذا كان يحدث إذا أبقى محمد علي نظام الالتزام؟ هنقول لاستمر تدهور الزراعة بمصر طوال عهد محمد علي وبالتالي لم تزدهر الصناعة ولم تنشط التجارة. 2 بيقول لي ماذا كان يحدث إذا لم يتمكن محمد علي من ضم السودان؟ هنقول لم يمتد النفوذ المصري إلى جنوب السودان ولم يتم إنشاء مدينة الخرطوم ولم يتم اتخاذها كعاصمة ولم يتم اكتشاف منابع نهر النيل. يعني هننفي النتائج. بعد كده بيقول لي ماذا كان يحدث إذا لم تفرض الدول الأوروبية معاهدة لندن 1840 على محمد علي؟ طبعا هنقول لم يخضع محمد علي للسلطان العثماني ولم يتم إعادة بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية إلى السلطان العثماني ولا استقل محمد علي عن الدولة العثمانية وكان سيصبح محمد علي قوى عظمى تخشاها الدول الأوروبية. برضو هنعكس النتائج. 8 بيقول لي دلل تاريخيا على صحة كل عبارة من العبارات الآتية. 1 اتخذ محمد علي سياسة زراعية تهدف إلى توفير أكبر قدر من الدخل من الإنتاج الزراعي. طبعا الكلام ده صحيح. هنقول حيث قام بتزويد الفلاحين بكل ما يلزم الزراعة وأدخل أساليب حديثة وغلات زراعية جديدة وأنشأ مدرسة للزراعة واستخدم الخبراء الزراعيين من الخارج وقام بتحسين طرق الري فقام بحفر ترعة المحمودية وإنشاء العديد من القناطر على النيل وأهمها القناطر الخيرية. طبعا موجود في المفكرة صفحة 67. 2 دلل كان لمحمد علي دورا واضحا في تحسين طرق الري بمصر. طبعا كلام صحيح. حيث قام بتحسين طرق الري فقام بحفر ترعة المحمودية وإنشاء العديد من القناطر على النيل أهمها القناطر الخيرية. 3 دلل قام محمد علي بتطوير وتحديث الإنتاج الصناعي في مصر. برضو هنقول حيث اتبع الإجراءات التالية: إقامة المصانع الحكومية مثل مصانع الغزل والنسيج والورق والسكر وجمع الصبية للعمل في مصانع الدولة بأجور رمزية فأصبحت بمثابة مدارس صناعية واستعان بالخبرات الأجنبية وأرسل بعثات للخارج وترجم الكتب الخاصة بمختلف الصناعات. 4 دلل نجحت الدولة في عهد محمد علي في السيطرة على الإنتاج الصناعي. هنقول حيث اتبع سياسة تهدف إلى السيطرة على الإنتاج الصناعي وتوزيعه من خلال
إمداد الصناع بالمواد الخام اللازمة للصناعة، وشراء المنتجات الصناعية بالثمن الذي تحدده الحكومة. 5. دلل طبق محمد علي نظام الاحتكار في مجال التجارة بمصر. هنقول حيث قام بتسويق جميع الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية بعد شرائها وجمعها في مخازن الدولة، والبيع للتجار الأجانب في مصر، والبيع في الخارج لحساب الحكومة المصرية، واحتكار تجارة الواردات. 6. دلل أثرت سياسة محمد علي الاقتصادية في تدهور قوى اجتماعية بمصر. طبعا كلام صحيح، حيث انتهى المماليك كهيئة حاكمة، وتضاءل نفوذ علماء الأزهر والقيادات الشعبية، وتدهورت طبقة التجار. 7. دلل اهتم محمد علي بالتعليم والثقافة في مصر. طبعا كلام مظبوط، هنقول حيث قام بإنشاء المدارس الحديثة مثل الطب والزراعة والمهندسة خانة وغيرها، وإرسال البعثات العلمية إلى أوروبا، والاستعانة ببعض الأساتذة الأجانب، وإنشاء المطبعة الأميرية في بولاق. 8. دلل اهتم محمد علي بإنشاء الأسطول. هنقول كده حيث أسس ترسانة بحرية لصناعة السفن في بولاق ثم في الإسكندرية، وزودها بكافة أنواع الأسلحة، وأعد أماكن لتدريب وتعليم البحارة والجنود. طبعا الكلام ده كله في المفكرة، فناخد بالنا من المفكرة ونذاكر منها كويس جدا. 9. دلل قام محمد علي بتحصين البلاد ضد أي أخطار محتملة. هنقول حيث قام ببناء أسطول في البحرين الأحمر والمتوسط، واهتم بالتصنيع الحربي، فأنشأ ترسانة في القلعة لتصنيع الأسلحة، وأنشأ القلاع في الإسكندرية ورشيد ودمياط للدفاع عن البلاد. 9. ما رأيك في سياسة الاحتكار التي اتبعها محمد علي في بناء الاقتصاد المصري؟ هنقول طبعا سياسة موفقة. ليه؟ هنقول لأن الاحتكار هو الدعامة الأساسية لبناء الاقتصاد المصري وبناء مصر الحديثة في عهد محمد علي، وذلك لضمان منافسة غيره من الدول. 2. ما رأيك في اهتمام محمد علي ببناء قوة مصر العسكرية؟ هنقول برضو تصرف صائب. ليه بقى؟ لأن أدرك محمد علي أن بناء القوى العسكرية، أو أدرك محمد علي أن بناء القوى العسكرية يعد الدعامة الأساسية لتحقيق أهدافه في بناء الدولة الحديثة، وكانت كل مشروعاته العمرانية والتعليمية بهدف سد حاجات الجيش وبناء القوى وبناء القوى العسكرية. بعد كده 10 بيقول لي أدركت الدول الأوروبية أن محمد علي يمثل خطرا على التوازن الدولي، لذلك عقدت معاهدة لندن 1840. في ضوء ذلك وضح شروط معاهدة لندن. طبعا شروط معاهدة لندن هي إعادة بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية إلى السلطان العثماني، وتثبيت محمد علي في حكم مصر، وإعلان خضوع محمد علي للسلطان العثماني. موجودة في المقارنات صفحة 55. 2 بيقول لي موقف محمد علي من معاهدة لندن. طبعا اضطر محمد علي إلى قبول شروط المعاهدة. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من حل تدريبات درس محمد علي وبناء الدولة الحديثة من كتاب الامتحان تالتة إعدادي ترم أول 2024. إن شاء الله الفيديو الجاي هنحل مع بعض أسئلة للتميز والامتحان على الدرس. بس قبل ما الفيديو ينتهي ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واللي عنده أي سؤال يكتب لي في التعليقات وأنا هرد على كل الكومنتات إن شاء الله. وما تنسوش تتابعونا عشان يوصل لكم كل جديد، ودعمونا، وإن شاء الله مكملين في حل تدريبات كتاب الامتحان.